السلام عليكم ويسعد أوقاتكم متابعيني الغاليين. وصفتنا لليوم أكلة كتير لذيذة ممكن تتقدم بالعزايم والولائم، هي رز ببازاليا. رح أعملها بطريقة سهلة، وكيف تبقى معنا البازاليا محافظة على لونها الأخضر الحلو. ولا تتعرفوا على الطريقة تابعوا معي الفيديو أحبائي، ونبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في البداية عندي هون أنا بازاليا، كمية من البازاليا وعدة حبات من الجزر المقطع بشكل صغير. بدي أسلقهم على النار حتى تستوي عندي البازاليا والجزر. فهيك بس إني غلو بتركهم حتى تستوي تماما البازاليا والجزر، وبعدين ببردهم بحطهم مي باردة وبصفيهم. لازم تحطهم مي باردة حتى تحافظ البازاليا على لونها الأخضر. هلأ بطنجرة على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة، وضفت كمية من اللحمة، يعني كمية اختيارية حسب البزالة اللي عنا. فأنا هون بقلب اللحمة الناعمة حتى هيك تستوي. ونحن مثل ما قلنا حطينا معاها معلقة كبيرة من السمنة. هلأ بدي أضيف ملح حسب الرغبة، ورح أضيف بهارات مشكلة، وكمان فلفل أسود كل وحدة معلقة صغيرة. وهلأ هيك استوت عنا اللحمة. بدنا نضيف هلأ فوقها البازاليا والجزر بعد ما بردناه وصفيناه. فهلأ هيك أنا عندي مثل ما شايفين ما شاء الله، شوفوا كيف ضلت البازاليا خضرة تماما، ويعني مستوية هي، ما تغير لونها أبدا لأنه حطيتها بمي باردة فورا بعد ما سلقتها. فهيك بنحافظ على هاللون الحلو ما شاء الله. شوفوا الألوان كلها هلأ وقت اللي عم تندمج مع اللحمة مع الجزر بيعطي كمان الجزر لون حلو وطعم كتير طيب. هلأ أنا حطيت ملح للجزر والبزالة لأني ما كنت حاطط اللون من البداية بالسلق، فهلأ حطيت اللون. أما اللحمة ففيها ملح. هلأ بطنجرة حطيت معلقة كبيرة كمان من السمنة، وبدي أحط زيت نباتي حوالي ربع كاسة أو أكتر بشوي، حسب كمية يعني الرز اللي عم بستخدمه. أنا هون عندي رز حبة طويلة بسمتي. أنا هوني بس بغسله ما بنقعه. يعني بغسله بشكل جيد بدون نقع، فبيطلع عنا النتيجة رائعة. أنا دائما عم بعتمد هي الطريقة، يعني شفتوها معي بعدة طبخات. بيطلع معانا الرز كتير نسري. هلأ هيك بالأول هيك شوحته مع السمنة والزيت. وهلأ بضيف كمية مي لكل كاسة من الرز، كاسة ونص من المي. هلأ ضفت ملح يعني كمان حسب أنا الكاسات الرز اللي عندي، وضفت فلفل أسود وكمان بهارات مشكلة. وكمان هلأ هون عندي مكعبين من مرقة الدجاج، أنا هيك مقطعتهم بهالشكل. ضفتهم يعني هالنكهات اللي حطيناها بتعطي طعم كتير طيب. هلأ هوني أنا بترك يعني حركتهم بشكل منيح، وهنا بدي أترك الرز حتى إنه يستوي. فبالأول بيكون على نار عالية حتى يبدأ بالغليان. بس هيك غلي ويعني شفت إنه الرز صار على الوجه. بدنا نخفض الغاز ونغطي الطنجرة حتى يستوي بشكل كتير يعني مناسب حسب ما حطيناه. هلأ هيك بعد ما استوى عنا الرز، يعني استوى نهائي، بياخد يعني أقل شي ربع ساعة أو تلت ساعة. وهون شوفوا ما شاء الله بيطلع الرز كيف هيك نسري وكتير قوامه حلو. مثل ما قلت أنا ما نقعته للرز، فقط غسلته. وحطينا لكل كاسة كاسة ونص من المي، كل كاسة رز كاسة ونص من المي. هلأ بدي أخذ قسم من البازاليا والخلطة مع اللحمة وبحطهم هون. أنا هوني مثل ما لاحظتوا ما حطيتها من البداية، ما طبخته مع الرز حتى ما يتغير لون البازاليا، لأنه إذا انطبخت مع الرز رح تصفر البازاليا. فأنا أخذت قسم منهم بعد ما يعني هن مستويين طبعا، وحطيت لأني أنا بدي أحط على الوجه أكتر. يعني القسم اللي كتير حطيت بدي أحطه على الوجه. هلأ هون عم بسكبهم بصحن التقديم. سكبت الرز مع خلطة البازاليا. شوفوا ما شاء الله باين يعني الرز كيف كل حبة بحبتها.
وهون عم نضيف خلطة البازاليا واللحم والجزر. ما شاء الله الروايح هون تاخد العقل. وشوفوا هلأ بنشوف الألوان يعني كتير كتير ألوانها حلوة. وهي الطريقة مثل ما قلت لطبخ الرز بازاليا بجد رائعة بتطلع. وهلأ هيك عم زين بالقلوبات أو المكسرات اللي بتحبوها. ما شاء الله. شوفولي على هالمنظر بياخد العقل بجد. ولا أروع من هيك أكلة طلعت كتير لذيذة وكتير طيبة وبتشرفك بالعزومات والولائم. ومثل ما قلت يعني هي وقت اللي حطينا البازاليا اتبعنا يعني انه البازاليا ظلت معانا خضراء. بردناها مي باردة. وكمان ما حطيناها من البداية مع طبخ الرز. فهيك ظلت محافظة على هاللون الحلو. وبجد إذا جربتوها بهالطريقة كتير راح تنجح معاكم وكتير طيبة. فإذا عجبكم الفيديو لليوم لا تنسوا أحبائي الاشتراك بالقناة وتحطوا لنا اللايك. ونلتقي إن شاء الله بفيديو جديد.